سلام بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنىكم تكونوا في احسن الاحوال يا ربي. وانتم كتشوفوا هذا الفيديو هذا، اول حاجه نبداو بها هي الصلاه على النبي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. كيف ما كتشاهدوا معايا في الفيديو غادي نحضر معكم السي فود. كان عندي شويه ديال هكا الذره ولا الكوال كي كنقولوا ليها، وكان عندي شويه ديال الكروفات والكالامار. قلت علاش لا ما نجربش الوليدات شي السي فود حتى هما يذوقوه وفي الدار بلا بلاستيكاي بطنجره الضغط. جا واحد المذاق يا سلام. المهم دوزو دابا الطريقه والمكونات. هنا كناخذ الذره ديالي قسمتها هكايا طريفات، درتها في الماء مغلي مباشره، زدت عليها هكا شويه ديال الحليب صافي وسديت عليها، ما درتش الملح باش هكا يدخلها الطياب صافي. حتى كطيب عاد كنضيف ليها الملح صافي. غلات وسديت عليها حتى طابت صافي. هنا خديت بطاطا، لا كانت بطاطا صغيره كان احسن. هنا كانت عندي بطاطا كبيره قطعتها طريفات وحطيتها تسلق صافي. هنا غادي ناخذ ثوم تكون شويه بالزيت، وخديت واحد الفلفله حمراء يعني عاديه حلوه، وواحد البصيله صافي. وغادي نقطعها وغادي نشلضهم مزيان، يعني ديروهم في الهاشوار وشلضوهم مزيان، اولا قطعوهم بيديكم ولكن يكونوا مشلضين مزيان يعني بحال محكوكين. هانتوما غتشوفوا كيفاش غادي يوليو هكا باش يطيبوا لينا ويوليو بحال لاصوص، يعني ما يبقاوش هكاك الطريفات صافي. هنا من بعد ما طحنتهم مزيان صافي غادي ناخذ طنجره ديال الضغط ديالي، غادي ندير فيها الزبده وزيت الزيتون. ما غاديش ندير نهائيا الزيت العاديه، غندير زيت الزيتون واللي ما متوفرش عندها زيت الزيتون ندير الزيت العاديه صافي. هنا درت الزبده زيت الزيتون. هنايا الروز درت الروز الكلاصي الصفر عادي مع شويه زيت الزيتون وشويه الملحه صافي، ودرتو كيتسلق. ما نستمتو بحتى شي حاجه، عادي جدا صافي. هنايا كما قلت لكم في طنجره الضغط درت شويه ديال الزبده مع زيت الزيتون مع شويه ديال الملحه، وضفت ديك البصيله والثومه والفلفله الحمراء اللي شلطتهم مزيان رقاق مزيان صافي. ودرتهم غادي نشحرهم ضروري حتى تنزل ليا هاد البصيله. عاد كنضيف التوابل، نتوما راك عارفين دائما في الوصفات ديالي كاملين البصيله كنخليها حتى كتنزل كتبال وكتقرب تعسل صافي. عاد كنبدا نضيف التوابل ديالي. هنا زدت واحد المعلقه ديال مركز الطماطم يعني حكت مطيشه صافي، وضفت هنايا شويه ديال القزبر والمعدنوس مقطعين حتى هما صافي. وغادي نخلطهم ويعني ونشحر هاد المكونات. وفي هاد اللحظه هادي من بعد ما كيتشحر ليا كي لاحظتوا هاد البصله هادي كتنزل ليا مزيان، عاد غادي ندوز ديك المرحله ديال التوابل، حيت لا ضفنا التوابل من الاول كيتحرقوا لكم وكتبقى البصله هكاك يعني كتبان طروفه. هنا ضفت ورقه سيدنا موسى، هنايا ضفت التحميره. نتوما راه كتشوفوا في الكميه ديال التوابل اللي انا كندير كتبقى على حسب الكميه ديال يعني فواكه البحر اللي نتوما عندكم. هنا درت العطريه ديال الحوت، هذه كانت متوفره عندي في الدار يعني ما احتاجيتش انني نشريها، كانت عندي صافي درتها. هنايا عندي شويه ديال الابزار يعني ما كثرتش بزاف، تقدروا تزيدوا حتى السودانيه، انا ما درتهاش بحكم ماشي كلشي كياكل في الدار عندي الحار صافي. درت شويه ديال الابزار وهنايا شويه ديال الخرقوم. كما لاحظتوا انا ما كثرتش من الخرقوم والابزار، مازال تحميره درت شويه واحد الكميه يعني معلقه عامره، هذيك المعلقه الصغيره عامره صافي. هنا درت شويه ديال سكينجبير وهنا شويه ديال الكمون، حتى هو انا ما كثرتش منه بزاف حيت عندي كمون بلدي وشويه كيكون شويه مجهد. هنا شويه ديال القزبر يابس، غير هذاك شويه اللي كان بقى عندي هو اللي درت صافي. وهنايا درت شويه صلصه الصوجه، هنا عندي صلصه الصوجه ثقيله لا لاحظتوا درت شويه وعطات ما شاء الله اللون صافي. وغادي نشحر هاد المكونات حتى هما مزيان حتى نشحر ديك العطريه ديالي صافي. عاد غادي نضيف ليها المكونات الاخرى. كما لاحظتوا هنايا من بعد ما تقلات ليا كتعسل كتجي على هذا الشكل هذا وكتوقف ديك الزويته كيف ما لاحظتوا صافي. دابا عاد غنضيف ديك البطاطا والحوت وغادي نضيف الذره. هنا بالنسبه للبطاطا حيت لها انا القشره وضفت ديك الذره من بعد ما تسلقات حتى هي. وبطاطا تكون بارده البنات، ضروري بطاطا ما تضيفوهاش وهي سخونه، خليوها تتبرد مزيان هكا باش ما تعجنش ليكم
صافي وضفت الكروفات والكالامار اللي كانوا عندي، درت تقريبا رابعه ديال الكروفات ورابعه ديال الكالامار هما اللي درت. صافي وغادي نخلط هاد المكونات وغادي نسد عليها على نار مهيله، هي كتطلق ليا داك الماء ديالها. الكروفات والكالامار هما كيطلقوا الماء. صافي الا ما طلقش لكم الماء بزاف ضيفوا واحد نص كاس ديال الماء. صافي هنا حتى لاخر مرحله كنضيف شويه عصير الليمون اولا عصير الحامض. ضفت شويه عصير الحامض وهنا شويه ديال الزعتره، ما بقاتش عندي الزعتر ودرت هي الزعتره. صافي وكنخلط هاد المكونات، كنحط عليهم هكايا الغلاقه ديال الطنجره على نار مهيله وكنخليها تطلق ديك الماء ديالها. كيطلقوا هذاك الماء ديالهم صافي وهال الصلصه ديال السيفود ديالنا واجده. كان عندك الكراب حتى هو كتسلقيه وكتضيفيه في هذه المرحله هذه. كيف ما لاحظتوا شفتوا كيطلق الماء ديالها. كيما قلت لكم لما طلقش لكم الماء زيد واحد نص كاس الماء عادي ماشي مشكل. صافي وخليهم يتشربوا داك لاصوص. بالنسبه للكروفات والكالامار ما كياخذوش طياب، راه الماكسيموم واحد 5 دقائق 10 دقائق راه كيطيبوا، ولكن انا خليتهم تقريبا واحد ربع ساعه هكاك على نار مهيله صافي حتى تشرب ليا داكشي مزيان. خديت الرز ديالي من بعد ما نشف ليا صافي ودرت عليهم هاد الصلصه هذه ديالي عفوا. صافي هنا بالنسبه لهاد الكميه هذه راه عطاتني تقريبا 2 طباصل بحال هكا. انا فضلت انني نحطها في الطبسيل، ما بغيتش نحطها يعني مباشره فوق الطبله. صافي درت هكا مع ولدي كان كيقول لي ماما حطي لي خلاص حطي لي خلاص، كنت كنتسنى في باباه زعما باش ناكلوا مجموعين. صافي ودرته على 2 مرات. الساعه لقيت ولدي تبارك الله عليه كل مره كيحل الكوكوط وكيهز الكروفات وكينقي داك الكالامار وكياكل. ملي جيت نحط لقيت الكميه قليله ديال الكروفات والكالامار وبقى كيضحك قال لي ماما راه جاني الجوع وتشهيتها بزاف. في اخر الفيديو غيبان لكم باللي ما بقاتش حتى شي حاجه في الطبسيل صراحه، حمقاتهم. وبهاد التتبيله هذه جربوها وردوا عليا، جربوها وعاد حكموا ردوا عليا. عرفتي وليداتي حمقوا عليها وقالوا لي ديك الصوص جات بنينه 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 بزاف. انا ما ضيقاش اللي كتباع على برا، ولكن راه كنبصم لكم راه جات خطيره. عيب هاد المكونات جات خطيره. المهم انني ما نحرمش وليداتي ونوكلهم واحد الموكله اللي هي معروفه، يعني حتى شي حاجه ما كنخليها في قلبهم. اي حاجه شافوها كنصايبها ليهم ولو بالقليل. ماشي ضروري لا خصني الكراب وخصني المحار وخصني العد تنكمل الوصفه كامله عاد نديرها لهم. المهم كانت متوفره عندي الذره وكاين عندي كروفات كالامار، قلت هدا صافي اجي غادي نصايبها ليهم ويحيدوا منها الشهوه ديالهم. الصراحه حمقاتهم وهذه هي النتيجه باش تعرفوا بانها راه جات واعره وبالصحه والراحه.